واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه وقاد النصر لتحقيق فوز مثير على جاره الهلال بهدفين مقابل هدف، ليتوج العالمي بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. وسجل الدون هدفين النصر في الدقيقتين 74 و98 بالشوط الإضافي الأول، في حين أحرز هدف الهلال الوحيد محترفه البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة 51. وحصد النصر أول لقب في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها. كما سجل رونالدو أول ألقابه مع الفريق الأصفر منذ قدومه في الميركاتو الشتوي الماضي. ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة. وشهدت مباراة النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية أحداثا مؤسفة بعد إطلاق صافرة النهاية. وفور إطلاق حكم المباراة صافرته اشتعلت الأجواء في أرضية الملعب، وحاول الطاقم الفني للفريقين منع اللاعبين من الاشتباك. وبدأت شرارة الغضب والاشتباكات عندما توجه البرازيلي تاليسكا لمنتصف الملعب من أجل غرس علم النصر، وهو الأمر الذي أثار غضب مدافع الهلال علي البليهي الذي اشتبك مع اللاعب البرازيلي. وقام البليهي بدفع تاليسكا في منتصف الملعب لتبدأ معركة بين نجوم الفريقين والأجهزة الفنية. وسبق للبليهي وأن قام بركز علم الهلال في ملعب النصر خلال بطولة دوري أبطال آسيا، ليعود التوتر بين الفريقين بسبب محاولة النصر تكرار هذا التصرف. على الرغم من مرور وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن نادي النصر لم يحل أزمته الدفاعية حتى الآن، بعد رحيل النجم الإسباني ألفارو غونزاليس بنهاية عقده بعد نهاية الموسم الفائت. ويعتمد النصر في خط الدفاع على عبد الإله المالكي وعبد الله مادو، بالإضافة إلى علي لاكامي، ويحتاج إلى مدافع أجنبي سوبر لاستكمال صفوفه استعدادا للموسم الجديد. وبحسب ما ذكرته تقارير برازيلية، فإن نادي النصر سيحاول مجددا من أجل التعاقد مع المدافع ليو بيريرا لاعب فريق فلامينغو البرازيلي، علما بأن النادي البرازيلي لم يرفض القيمة المالية التي عرضها نادي النصر. ونوه التقرير على أن المشكلة هي أن فترة الانتقالات قد انتهت في البرازيل، ويصعب إيجاد بديل حاليا بجودته مع انطلاق منافسات الدوري في معظم البلدان. وقام نادي النصر بتقديم عرض للمدافع ليو بيريرا يصل إلى 12 مليون دولار، ونتيجة لذلك أصبح اللاعب متحمسا لخوض تجربة جديدة مع النصر. من جهته أشار الصحفي أحمد رجب عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أن المدافع البرازيلي ليو بيريرا وافق على الانتقال إلى نادي النصر ويريد أن تتم الصفقة. وأضاف رجب بأن بيريرا سيضغط على مسؤولي فريقه فلامينغو البرازيلي من أجل الموافقة على العرض المقدم من نادي النصر. ومن المنتظر أن يقوم النصر بحسم صفقة المدافع البرازيلي ليو بيريرا خلال الأيام القادمة، تمهيدا لبدء مشواره مع الفريق في دوري روشن السعودي مباشرة. ويعد بيريرا من اللاعبين المهمين في مركز الدفاع، ويجيد اللعب في القدم اليسرى، وهو برازيلي الجنسية. يلعب مع نادي فلامينغو، وشارك بيريرا مع منتخب البرازيل تحت سن 17 عاما، وكذلك تحت سن 20 عاما. يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته من أجل الحصول على خدمات الصربي ألكسندر متروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي لدعم خط هجوم الفريق الأزرق في الموسم القادم. ورفض نادي فولهام خلال الفترة الماضية كافة العروض المقدمة من الهلال للتعاقد مع متروفيتش، بالرغم من موافقة اللاعب على ارتداء شعار الفريق السعودي. وكان الصربي متروفيتش قد انضم لصفوف فولهام في فبراير 2018 قادما من نيوكاسل يونايتد، وسجل 111 هدفا خلال 205 مباريات خاضها بقميص الفريق الإنجليزي. ووفقا لما أوردته صحيفة موندو الصربية، فإن نادي الهلال قد عاد بعرض جديد على طاولة فولهام من أجل ضم متروفيتش، وذلك رغم رفض كافة محاولاته السابقة. وقالت الصحيفة الصربية بأن متروفيتش قد أبدى موافقته على الانتقال إلى الهلال، وتم الاتفاق على العقد الذي سيحصل بموجبه على 75 مليون يورو خلال 3 مواسم. ولكن الآن الأمر متروك لنادي فولهام الذي لا يريد التخلي عن هدافه الصربي هذا الصيف. وأوضحت الصحيفة الصربية بأن مفاوضي الهلال قد عادوا إلى لندن مجددا من أجل حسم صفقة متروفيتش، وبعدما تم رفض عرض أول بقيمة 30 مليون يورو، وآخر تبلغ قيمته 50 مليون يورو. وهناك أنباء بأن النادي الإنجليزي يشترط عرضا قيمته 60 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب. من جهته تحدث ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام عن موقف ألكسندر متروفيتش من الاستمرار أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض هلالي. وقال ماركو سيلفا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة اليوم السعودية: لا أضمن بقاء متروفيتش مع الفريق في الموسم القادم. وأضاف المدير الفني لفولهام: متروفيتش تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية السعودية للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما جعله يفكر في قبول العرض خلال الفترة الماضية.
ويسعى نادي الهلال لدعم خط هجومه بضم متروفيتش، وذلك بعد استقطاب أسماء عالمية مميزة خلال الفترة الصيفية. كشف نادي أتلتيكو مدريد عن موقفه بشأن مستقبل مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس الذي تلقى عرضا من أجل الانتقال لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأكد فابريتسيو رومانو الصحفي الخبير بشؤون الانتقالات في أوروبا بأن أتلتيكو مدريد رد على عرض الهلال السعودي الذي أعلن رغبته في ضم فيليكس بناء على طلب المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس. وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: من المعروف أن الهلال تقدم بعرض لأتلتيكو مدريد من أجل ضم فيليكس. وأضاف: لكن أتلتيكو رفض عرض الهلال لأن هدفهم هو بيع اللاعب نهائيا وليست إعارته. وتابع: فيليكس ما زال يحلم باللعب لبرشلونة، ومن الممكن أن يقبل باللعب في السعودية على سبيل الإعارة فقط. وختم: الهلال سيصبر على فيليكس وأتلتيكو مدريد. وكان جواو فيليكس قد انتقل على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الفائت. يستمر مسلسل المصير الغامض لجناح الفريق الأول بنادي الاتحاد عبد الرحمن العبود بسبب رغبة مجلس إدارة العميد في التخلص منه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكان البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد قد استبعد عبد الرحمن العبود من معسكر العميد الإعدادي بمدينة الطائف بعد خروجه من حساباته في الموسم الجديد. وأشارت صحيفة اليوم إلى أنه لا زال موقف عبد الرحمن العبود نجم فريق الاتحاد يسوده الغموض التام من حيث الرحيل عن قلعة النمور من عدمه في موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ولم تتواصل إدارة الاتحاد مع العبود منذ استبعاده من المعسكر الخارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024. ووضع الاتحاد نفسه في أزمة بسبب العبود، حيث تنص لوائح وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على عقوبة النادي الذي يحرم لاعبه من خوض التدريبات. الجدير بالذكر بأن الفيفا يفسخ عقد اللاعبين مع أنديتهم حال منعهم من خوض التدريبات، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه للعبود للرحيل عن الاتحاد بشكل قانوني. وفشلت إدارة الاتحاد في إقناع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق في الإبقاء على خدمات عبد الرحمن العبود ضمن صفوف العميد. بات نادي أهلي جدة السعودي قريبا من الحصول على خدمات نجم نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويدور الأمر حول البولندي بيوتر زيلنسكي نجم نابولي الذي وافق على الانتقال لصفوف أهلي جدة في الموسم الجديد. وكتب فابريتسيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا: زيلنسكي أعطى الضوء الأخضر بشأن ترحيبه باللعب في أهلي جدة. وتابع رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: المفاوضات مستمرة بين أهلي جدة ونابولي. ونوه: هنالك عرض رسمي من أهلي جدة منذ الأحد الماضي، والفريق السعودي يضغط بقوة لحسم الصفقة في أقرب وقت. ويرتبط اللاعب البولندي بيوتر زيلنسكي البالغ من العمر 39 عاما بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو حزيران 2024. ويتمتع اللاعب بجودة كبيرة في تأدية مهام لاعب الوسط الهجومي، وقد لعب دورا مؤثرا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2022-2023. وإجماليا سجل زيلنسكي 47 هدفا وقدم 44 تمريرة حاسمة خلال 329 مباراة خاضها مع نابولي منذ انضمامه إلى النادي قادما من أودينيزي الإيطالي عام 2016 وفقا لبيانات ترانسفير ماركت. وعلى الصعيد الدولي خاض اللاعب 82 مباراة مع منتخب بولندا الأول مسجلا 10 أهداف، وكان جزءا من تشكيلة بلاده التي تأهلت إلى دور 16 في نهائيات كأس العالم في قطر 2022. كشف تقرير صحفي عن سبب تأخر نادي الشباب في حسم صفقتي البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد والسنغالي حبيب ديالو مهاجم ستراسبورغ الفرنسي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الشباب قد اتفقت مع ديالو وفيريرا على الانتقال إلى صفوف اليوث بعدما وصلت المفاوضات معهما لمراحل متقدمة. وأوضحت الصحيفة السعودية بأن تدخل عدد من الوسطاء خلال المفاوضات قد أدى إلى المزايدة في صفقات الشباب مما تسبب في تعثرها، وأثار استياء الإدارة التي بدأت تحركاتها لرصد أسماء الوسطاء لرفعها إلى وزارة الرياضة. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشباب تنتظر موافقة ناديي ستراسبورغ وأتلتيكو مدريد على العرضين المقدمين للظفر بخدمات ديالو وكاراسكو. ورجح المصدر ذاته بأن سبب تأخر حسم الصفقتين يعود لدخول وسطاء يتفاوضون باسم النادي العاصمي دون تفويض رسمي على خط المفاوضات مع اللاعبين. كشف نادي بشكتاش التركي عن مساعيه الجادة للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إندرسون تاليسكا من صفوف النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وبحسب ما ذكرته صحيفة الصباح التركية فإن رئيس بشكتاش أحمد نور سيبي قدم عرضين للنصر
على شكل 10 مليون يورو زائد 2 مليون يورو علاوة، لكن لم يكن هنالك رد من الجانب الآخر. وتعاقد النصر مع تاليسكا في صيف عام 2021 قادما من غوانغزو الصيني، حيث سجل 44 هدفا وصنع 8 آخرين خلال 65 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.